صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت المحلي لمدينة حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت المحلي لمدينة حضرتك اللي هيوصلك فيها الفيديو. أنا متلخبط بس مش مشكلة. قلت بقى طالما النهاردة هنتكلم على حوارات، خلينا نبدأ المقدمة بتاعته. يمكن تكون المقدمة فيها بركة، وبمناسبة ان هي اخبار سعيدة واخبار كويسة. فبصراحة أنا متلخبط ومش فاكرها، وخلينا في المقدمة بتاعتنا. احنا شايف إنها أجمل شوية لأن ممكن ناخد من وراها حسنات. فخلينا في المقدمة بتاعتنا عشان هما بتاعت مدينة جرينتش بتاعتهم دي بتلخبطنا على طول. فخلينا في المقدمة بتاعتنا احنا لذيذة، وأنا شايف إنها إن شاء الله تكون لذيذة على قلبكم أنتوا كمان، وتكسبنا وتكسبكم بعض الحسنات كده، يمكن تكون في ميزان حسناتنا. ونبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الحبيب المصطفى أشرف الخلق سيدنا محمد، وعلى نهج الحق وكلمة الحق دائما مجتمعين ودائما مستمرين بحبكم ودعمكم يا أحلى ناس في الدنيا وأحلى عيلة وأحلى سند. وفقنا ووفقكم الله لما فيه الخير والصواب. بشكر كل الناس اللي دخلت لي الايام الاخيره ديت، وكان دعمهم جميل جدا جدا باشتراكهم عندي في القناه، وكمان اللايكات اللي دايما مديانا الدافع ان احنا نكمل. الايام اللي فاتت كان الاشعارات ما بتوصلش لناس كتير جدا، زي كالعاده كل فتره بمر بنفس الازمه. فاتمنى لو الاشعارات ما بتوصلكمش كويس، الغوا الاشتراك وارجعوا عيدوه تاني، هتوصل لكم الاشعارات على طول. وطبعا انتوا بتوحشونا وحضوركم جميل على قلوبنا، وربنا يجعلنا خفاف عليكم كده يا رب العالمين. النهارده معانا حوارات واول ظهور لصور ميرفت. ايه يا عم محمد؟ طب ما قبل كده، بس المره دي ظهور غير اي ظهور. المره دي ظهرت على البروفايل الشخصي بتاعها، على الحساب الشخصي بتاعها اللي هو مرتبط بمحمد، وكان في صوره ظهرت لها هي اللي عرضها بنفسها. الله اكبر عليها، الله يحفظها يعني. عسولة وشكلها لسه صغيرة في السن، مش زي الأقاويل اللي كنا بنسمع عليها، وكمان الإشاعات اللي وردت كتير، لكن الوضع والحقيقة خلاف كده خالص. والظاهر إن فعلا في انطلاقة لمفاجأة كبيرة جدا، وهتكون لها جانب خرافي على اليوتيوب، وإن العيلة تتجمع من تاني. كمان في بعض الأقاويل برجوع حمدي وفاء، والموضوع ده بصراحة بالنسبة لي يعني في بعض كده الشك بين التأكيد واللأ، بس اللي هو عدم التأكيد بنسبة زايدة شوية، لأن أنا شايف إن حمدي مشغول في مهمة كبيرة جدا في الشغل اللي هو بيرتب له لمستقبلهم. وكمان سبب اختفاء وفاء هنعرضه لكم بالتفاصيل من محتواها نفسه، هي اللي عرضت كده. وطبعا في ناس كتير ما خدتش بالها من الحاجات ديت، لأن اللي اترفع ما تروجش له بالطريقة المعتادة لعيلة حوارات. كمان معانا يوسف وبكاء شديد ليوسف، وهنقول رأينا بكل صراحة، ويا ريت محدش يزعل مننا عشان احنا رأينا ساعات بيبقى قاسي شوية نوعا ما. فتعالوا عشان ما نطولش عليكم نبدأ بالتفاصيل. نبدأ بأول تفصيلة. خلينا نبدأ بتفصيلة رجوع حمدي وفاء، وهو الشيء الغير مؤكد والشيء اللي الناس بتتوقعه بناء عن حب العيلة. فالكل بيتوقع رجوع حمدي في كتب الكتاب بسبب الإيحاءات اللي قدمها محمد وحسن، بأن هيكون في حد متواجد مهم جدا في كتب الكتاب، وأن الناس مشتاقة تشوفه والكلام ده كله. طبعا في آخر أيام حوارات بيحاولوا يعملوا تشويق وسسبنس كالمعتاد، ودي بصراحة الشيء اللي بينجحهم. زي الفيديو اللي انا اتكلمت فيه الفيديو اللي فات، كنت بتكلم على ان هم فعلا طلعوا بروفيشنال في تصدير محتوى تشويقي، محترفين في ان هم احترفوا شغلانة اليوتيوب، بيعرفوا يرتبوا اوراقهم نوعا ما. بدأوا يدخلونا في بعض المجالات ان احنا بدأنا نتوقع ايه الاحداث ايه التفاصيل، ولكن طلعوا بفيديو مختلف تماما، وطلعت ان الحفلة غير ما كله كان متوقع انها حفلة الخطوبة او حفلة الجواز او كتب الكتاب كمان لمحمد. ولكن الحدث الجديد ان ميرفت ميرو رفعت صورة لها على حسابها على الانستجرام، وطبعا كانت حاطة ايموشن زي ما انتم شفتوا في الصورة المصغرة. فهل دي بداية انطلاقة لظهور ميرو على السوشيال ميديا بشكل مباشر؟ هل دي تمهيد للظهور من جديد، او حتى هي بتشوف رأي المتابعين ايه؟
طبعا المحبين هيكون رأيهم باشتياق جدا جدا ان هم محتاجين ان العيلة تتجمع والعيلة تزيد وتبقى عيلة حوارات، بدل ما هي مثلا 10 افراد يبقوا 15 20 فرد. طبعا العيلة والعزوة كويسة جدا، واللمة تحلى لما يكون الناس دمهم خفيف واحلى. حسن وفرحته، محمد وفرحته، ميرو ومين عروسة حسن، هنعرض لكم كل ده بالتفاصيل في الايام اللي جايه. ومعلش يا حسن اعذرني، انا اسف مضطر المره دي اقول مش الفيديو ده، الفيديو اللي جاي هنخلي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنقول مين العروسه وعرفنا ازاي والتفاصيل وهي رايها ايه، وبعض الردود اللي كانت بتردها على المتابعين في بعض الاسئله اللي كانت بتبقى موجهه لها في ريلز، زي ما كانوا عيله حوارات بيعملوا كده السؤال وجواب. هي فعلا ردت على بعض الاسئله المهمه جدا والمثيره للجدل، وكان منها كمان ميعاد الخطوبه وميعاد الفرح، وكل ده هنناقشه معاكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. انتظرونا ما تروحوش بعيد، وهنكمل معاكم بعد ظهور بقى ميرو والتفاصيل اللي احنا قلناها. كان في معانا كمان المقلب اللي انعمل في يوسف، كان مقلب قاسي. ممكن في بعض الناس شايفين ان يعني كان باين ان هو تمثيل، بس بصراحة انا من رأيي اتقنه. يوسف دمه خفيف، اتقن دوره، بالذات في اللقطة اللي اتكلم فيها مع الحاج بيقول له انت كنت فين؟ انا ما بقول له الحاج بيقول له انا ماليش دعوة، قال له انت كنت فين؟ كانت لقطة جميلة جدا. عن نفسي انا ضحكت وانبسطت من يوسف، دمه خفيف، ولد ربنا يحفظه. بس هنا في نقطة عايز اوجه لحوارات او للمتابعين عامة، لو المقالب بتجيب العاب كويسه هدايا يعني عشان يرضوه، ما حد يعمل فيها مقلب يا جماعه. اعملوا فيها مقلب وحد يجيب لي هديه والله، بلاي ستيشن، اي حاجه، حتى العاب العيال بلاي ستيشن يعني، طالما المقالب دي حلوه كده. طبعا ده على سبيل الهزار. حاولوا هم يفرحوا يوسف بعد المقلب اللي انعمل فيه وبكائه، وكمان كان خوفه، بيقول لك اللي فيه خايف من العفاريت. طبعا زي اي طفل من الاطفال بيبقى عنده رهبة الوهم ده، بس هم رضوه مرضية كويسة جدا وجابوا له لعبة بيحبها. ونتمنى ان تكون الالعاب ديت ما تشغلهمش الاولاد عن مستقبلهم وعن دراستهم، لان الدراسة هي الاهم، وهي عامل النجاح وعامل بناء المستقبل وعامل بناء الدولة، وكل شيء هو العلم. فبالعلم نرتقي وبالعلم نجتمع، وربنا يجعلنا دايما من ذو علم ينفع الناس. فمش عايزين نطول عليكم، بس الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون فيه مفاجأة سارة لحسن حوارات. بس يمكن حسن يزعل منا عشان احنا هنقول العروسة مين وعرفنا ازاي والتفاصيل كلها. ودي المفاجأة اللي ناس كتير كانت بتطالبني بيها بعد ما انا عرفت وعرضت جزء منها في فيديوهات سابقة، بس ما قلناش طبعا الاسم ولا عرفنا منين ولا التفاصيل، لاني فضلنا ان احنا نكون محتفظين بالمعلومات ديت الى حين اعلان حسن الخطوبة او اعلان تفاصيل. بس طالما حسن بقى اعلن الخطوبة، احنا بقى مضطرين ان احنا نقول المعلومات اللي عندنا، ونتمنى انها تكون دقيقة بنسبة 100% ان شاء الله. حبكم ودعمكم هو الدافع. مش هطول عليكم، بس الفيديو اللي جاي ان شاء الله يكون فيه معلومات تفيدكم وتفرحكم على قد ما نقدر. بحبكم في الله، صلوا على سيدنا الحبيب، قلوبنا وقلوبكم تطيب. النبي الزكي التقي العربي المكرم يوم القيامة. صبحنا الله بالخير وصبحكم بألف خير. انتظروا الفيديو اللي جاي.